السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم نهار جديد، فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غنهضر لكم على القرعه العشوائيه الامريكيه وعلاش مازال ما تحلش الموعد ديال التسجيل، ولا علاش مازال ما تحلش الموقع ديال التسجيل، وشنو هو المشكل وفوقاش غيتحل. حنا كنعرفوا بان القرعه الامريكيه العشوائيه كتبدا بجوج 10 وكتالي في 7 في شهر 11. هادشي اللي متعودين وهادشي اللي كنعرفوا. اوكي، علاش الان الموقع مازال ما تفتحش؟ غنمشيها كامل غنشوفوا في هذا الفيديو هذا. كل ما عليك هو انك تدعم القناه بلايك، بارطاج، وشي تعليق محفز، ودير اشتراك اذا ما كنتيش مشترك جديد. واللي بغى يتواصل معايا شي استشاره في اي حاجه مجانا بلا فلوس بلا حتى شي حاجه، غتجبر الرابط ديال الواتساب. مرحبا بك عندي. تصيفط لي الاستشاره ديالك وانا غنحاول انني نجاوبك. اللي بغى انه ينضم للجروب ديالنا حتى هو في واتساب، غتجبر الجروب في واتساب، راه ما كتظهر لا النمره ديالك لا السميه ديالك، فقط غتجبر جوامع روابط في الديسكريبشن. الان غندوزو مباشره باش نشرح لكم علاش الموقع الامريكي للتسجيل في العقول العشوائيه مازال ما طلقش التسجيل. فهذه هي الواجهه ديال الموقع التسجيل في القرعه الامريكيه. الناس الجديده اللي ما عرفاش هذه هي الواجهه ديالو. هنا كيطلع لك واحد لوغ ان ولا كتعمل واحد تشيك ان، يعني باش كتدخل المعلومات ديالك وكتسجل في القرعه الامريكيه، وكتسنى حتى لشهر 11 حتى لشهر 5 ديال 2026 عاد كيجاوبوا عليك. اوكي، فاحنا اللي متعودين كنشوفوه هو انه التسجيل في القرعه الامريكيه كان كيبدا في 2 في شهر 11 في شهر 10. حنا الان تقريبا راه في 4 في شهر 10 ومازال ما تسحلش الموقع للتسجيل، وكان كيتسالى في 7 في شهر 11، يعني عنده المده ديال شهر، المده ديال التسجيل. اللي كيطلع لنا حاليا في الموقع هو فقط الناس تعمل تشيك للقرعه اللي كانوا شاركوا فيها في 2024. اوكي، يعني في 2025 كانوا كيعملوا في شهر 5 كيعملوا تشيك، يعني كيشوفوا راسهم واش نجحوا واش تقبلوا ولا ما تقبلوش. اوكي، هادشي اللي كاين في الموقع حاليا. اوكي، فالشيء علاش القرعه الامريكيه حاليا مازال ما تطلقاش، وعلاش الكونغرس حاليا مازال ما طلقش الموقع باش بنادم يتسجل. الطريق الجواب راه بسيط الاخوان. فبالنسبه للموقع علاش ما تطلقش، راه مازال تحت الصيانه ولا تحت التحديث. علاش هاد التحديث هذا الاخوان؟ راه غيزيدوا $1، تخلص $1، يمكن تخلص $1، وزائد غيزيدوا السكان ديال الباسبور، يعني اسم سكان الباسبور ديالك، وغتضيفوا حتى هو ملي كتكون كتسجل، وغتخلص ديك $1 اللي هو ثمن رمزي باش بنادم اللي غيكون انتريسي هو اللي غيتسجل. عوض يبقى بنادم يتسجل 150,000 فقط من المغرب، غيتسجلوا فقط 66,000 ولا 70,000 اللي غيتسجلوا من المغرب. فهذا هو السبب الرئيسي اللي علاش مازال ما تطلقش الموقع، ولا الكونغرس مازال ما طلقش الموقع. فمترقب ان الموقع يتطلق في الاول، ماشي في الاول، في الاسبوع الثاني من شهر 10، يعني نقولوا ديك 14 15 16 او 13 في شهر 10 غيتطلق الموقع، بنادم غيتسجل، وان شاء الله بنادم راه غيتسجل، ونطلبوا الله يكون خير بنادم المهم يتقبل ويمشي يحقق الحلم ديالو الاخوه. اوكي، ففقط كانت هذا الفيديو هذا بغيت انني نبارطاجيه معكم باش الناس تكون مرتاحه وتطمن. اوكي، كل ما عليك هو حاليا هو انك توجد $1، تمشي تنسياج، تفتح الحساب ديالك، طلب لاكارت كيشي ديالك باش بها غتخلص في الموقع، وثاني حاجه هي التصويره ديالك، يعني وباسبور يكون ستيريل مفعول. اوكي، وتعمل له سكان وتخليه عندك. اوكي، فالمهم هادو هما الاشياء اللي غتحتاج. فهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. كنتمنى انني نكون توفقت انني نشرح لكم المشكل ديال القرعه الامريكيه ولا الموقع ديال القرعه الامريكيه علاش ما تفتحش، وقلت لكم الموعد بالضبط فوقاش غيتفتح هذا الموقع هذا. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن وكل شيء يشارك وكل شيء يتوفق ان شاء الله. فالمهم كان هذا هو الفيديو ديالنا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساش انك دير لايك، اشتراك، شي تعليق محفز، بارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الله، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. اللي بغى شي استفسار ولا بغى شي استشاره غتجبر الرابط ديال الواتساب، مرحبا بك عندي في الواتساب. كنحاول اني نشرح ولا نجاوب جميع التفاصيل اللي كنكون فاهمها. تهلاو.